warratti sagantaa keenna quraanaan namni nuuf saaqu Sheikh Masud Abbas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا عذرا أو نذرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله قدروا ربي سيقدسوا إتان سودان سجنتان كنا إبا مانقدو تاتين ساكما مانقدو نسجنتا كنا كنا نوف إبسان ربي سنعمل كيس حفاظته على ما ربي سنعقول دران دور سي بكنين دعاي ودوف مركزة كنا ربي هبلس مركز على ما ربي سهاقود مركز على ما ربي سهاقود أبو ربي ندندايا شيكوتي أسكيسة تجوليتنا كنا برسيفتي صدركاتنا أنجيس خانا جزاني ساني جنة ربي سانا قدس أبو ربي سانا قدس ربي سانا عمل كيس وان فجافة ورف فرين أنجلت ربي سانا أقولو ورمرت ربي سانا أقولو تفجافة نرى تملكا ورملكا ربي سانا أقولو جولتنا وفازة على ما ربي سانا أقولو وربرتي شيكوتي تنتلي مقا قول الدنيا رديمي دعوة قولو ربي سانا أقولو شيكوتي على ما ربي سانا أقولو يا ربي سلاما نباس يا ربي سلاما نباس يا ربي سلاما نباس يا ربي يا دامرادك يا ربي نوجود. فيا أيها الجمع الكريم سوف أتحدث بإيجاز عن العلم وفضل العلم. فالعلم يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل العلم ومكانتهم ورفعتهم في القرآن الكريم فيقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وانظر إلى رفعة أهل العلم في سورة الكهف حيث يتبع موسى نبي الله يتبع العبد الصالح الخضر بسبب ماذا؟ قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذن العلم يمشي له الأنبياء والصالحين والتابعين وكل من في الأرض يحتاج إلى العلم لأن العلم كما قال الحكماء يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم. نعم ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وأن أهل السماء والأرض يستغفرون لطالب العلم. نعم فعلى كل مسلم أن يسعى إلى العلم حتى يرفعه الله به درجات. فالعالمون هم أولياء الله في الأرض. نعم هم النبراس الذي يستضيء به الناس. يقول صلى الله عليه وسلم لا يرفع الله العلم انتزاعا يعني لا يرفع الله هذا العلم انتزاعا من عقول الناس ولكن يرفع العلم بموت العلماء. فعندما يموت العلماء نسأل الله العظيم لنا طول العمر والبركة في العمر ينتزع هذا العلم وينقص من الأرض بسبب العلماء. فوجب على كل مسلم عاقل أن يسعى إلى طلب العلم حتى ينال الرضا في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم يا رب العالمين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر
والفوز بالجنة. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.